بس كده. يا صباح الخيرات وايه والرضا عليكم. طبعا ايه ده؟ ده عيد ميلاد مكة. قولوا لها بقى كل سنه وانتي طيبه. طبعا ان شاء الله انا الفيديو ده بحضر معاكم الزينه وهحطها كده معاكم، بس الفيديو جاي بقى ايه؟ يعني ده كده قبلها بيوم، احنا لسه ما عملنا، يعني انا بكلمكم كده لسه ما عملتش العيد ميلاد، بس انا ايه، حضرت الحاجات بتاعتها قبلها بيوم. وعايزه اقول لكم علشان احضر الحاجات دي كلها مش قادره اقول لكم انا في حاجات قد ايه لغيتها وقد ايه اليوم كان مسحوم. وبجد هي زنانه، البنات زنانين قوي 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 فوق ما تتخيلوا. هي بنتي بس اللي زنانه ولا اللي بجد معاه بنات؟ يقول لي البنات بيزنوا جامد قوي قوي، بس صدقوا الزن بيجيب نتيجه. يعني بجد انا عايزه اقول لكم اليوم ده بجد والله حرفيا. احنا يعني ابني كان عنده درس، تمام؟ وباباها في الشغل وانا طبعا مش فاضيه. احنا لغينا دروس. وكمان اخوها والله برضو كان بيبقى في تمرين عنده، لغينا. اللي هو احنا في حاجات كتير قوي وتفاصيل كتير قوي لغيناها. وبعدين هي جايه في امتى حضراتكم؟ يعني احنا خلاص يعني بدايه الاسبوع اللي جاي خلاص الامتحانات بتاعه الشهر. وهي لا، لا عيد ميلادي، لا عيد ميلادي، انتوا السنه اللي فاتت اجلتوه، لا انا عايزاه في ميعاده، لا انا عايزاه في ميعاده. فبصراحه نزلنا وجبنا لها الحاجات بتاعتها. الحاجات دي بصراحة أنا كنت دايما لما باجي أسأل عليها في أي محلات كده بلاقيها برضو إيه يعني أسعار برضو مش اللي هي، يعني انتوا فاهمين، فأسعار غالية جدا. فالمهم إيه، قلت لا أنا أنزل بقى إيه المنشية، وعلشان أنزل بس نزلت المنشية دي يا بنات. أنا يعني أقول لكم إيه، اللي هو لغينا حاجات كتير كده زي ما بقول لكم. تعالوا بقى، أنا قمت من على الكنبة دي، رحت على الكنبة دي عشان خاطر إيه، الإضاءة. قُلت تحت الspot كده إيه، جايبة إضاءة حلوة وإيه وأوريكم. بُصّوا بقى، عايزة أقول لكم حاجة، هي تقريبًا معظم الحاجة اختيارها، بجد، بجد، بجد والله اختيارها، بجد اختيارها موفّق، موفّق. وهاقول لكم إيه اللي أنا اخترته وإيه اللي هي اختارته. أولًا التين ده هي اللي اختارته، النمبر ده يعني هي اللي اختارته، تمام؟ البالونات دي أنا اللي اخترتها. عايزاكم بس يعني أطلب منكم حاجة. أنا بنتي كانت في الأول لمّا كان عندها مثلًا 6 و7 وكده، كانت بتنقّي، عارفين لمّا كانت بتنقّي الأول حاجات كانت اللي هي كلّها glitter، ألوان مطرقعة. بُصّوا الشمع ده أنا اللي اخترته، أنا هاقول لكم على اللي أنا اخترته وهي اختارته، البالونات والشمع أنا اللي اخترتهم. بقية بقى الحاجات اللي جاية دي هي اللي اختارتها. كانت بتتعبني أوي، أوي، أوي وهي صغيرة، كانت بتنقي ألوان غريبة، رهيبة. اللون الoff white ده برضه البالونات والشمع أنا قُلت لكم أنا اللي اخترته، تمام. كنت أقعد أقول لباباها هي ليه ألوانها كده، هي ليه ألوانها مطرقعة كده ومفرقعة، هي ليه مش طالعة لي؟ بس مع الوقت فضلت أحاول معاها، لأ يا بنتي هاتي ده هادي، يا حبيبتي لأ هاتي دوّة. فعايزة أقول لكم على حاجة، اصبروا على بناتكم أو عامةً ولادكم إذا كان ولد أو بنت. مع الوقت هيطبّع بطبعِك وهياخد أو هتاخد ألوانِك. على حسب شخصيتِك هي والله هتبقى شبهِك. أنتِ فاهماني؟ يعني بالراحة عليهم، أنتم بس ما تقعدوش بس إيه، برضه مش عايزاكم اللي هو تسيبوهم الحرية الكاملة أوي إن هم ينقّوا الألوان وفي الآخر تيجي تقولوا يعني دي طالعة مش شبهي، لأ، واحدة، واحدة عليهم. بس السِن الصغير ده أقول لها لأ، طيب بُصّي دي أحلى، طيب إيه رأيِك في دي؟ والكل لمّا ييجي مثلًا باباها، أخويا يقول لي: "الله، لأ دي أحلى يا مُكّة، لأ دي أجمل." فاهمين قصدي؟ مع الوقت يعني بقيت باحس اللي هو دلوقتي أنا بقيت فرحانة بيها، اللي هي إيه، إحنا بنكمّل بعض. عقبال يا رب ما تشوفوا بناتكم كده، اللي عندها بنوتة صغيرة، تشوفوا بناتها كده كبرت وبقت عروسة، وعقبال يا رب ما ادعوا لي كده عقبال ما أعمل كده لولادها يا رب. بجد كنت فرحانة أوي. بُصّوا بقى، دي اللي هي الستارة. الستارة دي برضه اختيارها، تمام. هي جابت الستارة وجابت الfly اللي هي كانت في الأول، اللي هي في أول الفيديو. الfly دي عبارة عن زي ما يكون 5 قطع. بُصّوا بقى الكيس الستارة ده الستارة ده عايزة أقول لكم جه كده، يعني الحمد لله بنتي مرزقة، جه كده حظ. مش عارفة راحت اشترت اللي هو الكيس يا بنات اللي هو مش عارفة اسمه برودة والّا اسمه إيه، مش عارفة، بتاع كده وِحِش بصراحة وباقعد أزعق لها أنتِ ليه بتجيبيه؟ راحت جابته، لقيت جوّاه الكيس بتاع الستارة ده. فسبحان الله حظها، يعني هي أصلًا مش بتشتريه بس هي جابته عشان قال إيه، بتقول لي أنا لقيته تقيل فجبته.
بص بقى، شايفين انا بقول لكم الفلاي ومع اللي هما الوردتين دول، ممكن يكون الموف باين غامق شويه، بس انا عشان بجد انا عملت ديكور. بس انا طبعا ايه بقى، انا هوريكم دلوقتي الحاجات وجزء من الديكور اللي انا عملته، والجزء التاني ان شاء الله في الايه في الفيديو اللي جاي، هو والتورته بقى والفستان بتاعها والحاجات بتاعتها وكده. بصوا انا هنا بجرب معاكم دي الفلاي اللي بقول لكم الحاجات اللي هي اختارتها، يعني انا بجرب معاكم بحطها بشوف هل اعمل الزينه فين والعيد ميلاد اعمله فين. فانا مش عارفه، انا بجرب يعني مش هحط طبعا هنا على الكنبه، بس بجرب. فحسيت لا يعني اللون الموف مع البني، لا مش عارفه، ما حسيتوش. فحسيت ايه هاخده كده وامشي اروح فين، اروح عند اللون اللي هو الجري ده، فاهمين؟ فالمهم روحت بقى هناك وايه، لا حسيت الجري مع الموف لا احلى. فقلت لا البني مش نافع، واللونين مع بعض يبقوا حاسين ان هما شاذين قوي. هنا هي عماله بقى ايه تنفخ لي يا عيني، لدرجه والله يا بنات ودنها وجعتها. يا بنتي سيبي انا هنفخ. انا كنت جايبه الكيس بتاع البالونات اللي انا وريته لكم ده. الكيس ده فيه 50 قطعه. جبته بكام يا ربي، انا مش فاكره والله، هو كان بحاجه وخمسين تقريبا، ب55. منين جبته؟ من المنشيه، من اللي هي اللي هي بنات عند اللي هي زنانة وكمال سعد والناس دي كلها. جبت الحاجات بتاعت العيد ميلاد بجيبها دايما، بجيبها من هناك يعني. انا بصراحه العيد ميلاد اللي فات كروتهم هما الاتنين وما عملتش يعني، اجلت. واصلا انا فكره العيد ميلاد اللي هو ايه يعني، زمان وهم صغيرين كان دايما بقى يعني عيد الميلاد ده اللي هو حاجه زي ما يكون مقدسه عندنا يعني، فاهمين؟ فاللي هو الفكره بقى في ايه، عزومات بقى والاهل بقى من هنا ومن هنا. دلوقتي بقى اللي هو يعني بقيت بخلي عندي دمي شويه بصراحه. اللي هو ايه، بقيت اقول لا يعني الدنيا غاليه على الناس، وكل واحد يجيب هدية. يا برضو يعني أنا بتكلم على أهلي أو أهل جوزي أو كده، فاهمين؟ فاللي هو يعني بطلنا الفكرة دي من وهم خلاص يعني، أول ما كبروا كده بقى عندهم حوالي يعني 6 أو 7. خلاص بقينا إيه، نعمل إحنا مع نفسنا ونحتفل مع نفسنا. بس هم كانوا الأول بيزعلوا علشان خاطر الزينة. لا إحنا عايزين زينة. بصوا أنا هنا برضو بحاول أجرب معاكم، أشوف إيه أحط طيب فين عند السفرة. لا برضو الموف مش مدي روح للون الكافيهات والحاجات اللي هناك. هو جاي معايا الجري. وقولوا لي برضو يعني اختياري موفق ولا لا. ده الماسك هي جايباه علشان خاطر تلبسها. تشوفوها وهي لابساه بقى، هلبسه لها وبالفستان بتاعها واصورها لكم كده. اهم حاجه بقى ما تنسوش ما تنسوش. انا عايزه اقول حاجه في الاول، صح انا نسيت. انا برحب جدا جدا بالمشتركين الجداد. بجد نورتوني. وبجد بافرح أوي، أوي، أوي لمّا يعني مشتركة حتى، أو يعني 1 أو 2 على الأقل بيزيد. بجد بافرح من قلبي. يعني قد إيه بجد أنا يعني عارفين يا بنات والله باحس إن أنا بجد كتير مظلومة. بس الحمد لله يعني يمكن يكون ربنا ما كانش رايد لي خير الفترة اللي فاتت. طبعًا يعني القناة عندي بقى لها كتير أوي، اللي هو سنة ونُص يعني. فأهم حاجة بقى إيه، يعني همتكم كده معايا عشان القناة تتفعّل. وما تنسوش بقى أختكم من التفاعل بتاعها، واعملوا لي بقى اللايك بتاعي. اللايك يا بنات بينفعني جدًا، جدًا، على الأقل بيخلّي القناة تتشاف. بس فكرة بقى التفاعل يعني من اليوتيوب وكده، القناة لسه ما اتفعلتش. فأهم حاجة ما تنسوش تحطوا لي لايك علشان القناة تتفعل وتشتغل. المهم بقى، دي إيه، دي طاقية كده ابني جابها، اللي هي بدل ما يجيب البتاع اللي هو الزعبوط اللي بنحطه في العيد ميلاد ده. فببص عليه كده بقول الله، طب ما كنتوا جبتوا لي واحد، انا كنت موجوده معاهم. بس اللي هو انا عماله انقي في بلايين وحاجات وهم راحوا جايبين لنفسهم ده. فانا بقول ما كنتوا جبتوا لي واحد. قال لي ماما هاتي ده بتاعي. بس بجد شكله حلو، هبقى اخد البسه منه برضه. المهم بقى، قولوا لي إيه رأيكم يعني. أنا لسه الحاجات بجد أنتم مش هتحسوها دلوقتي، ولا يعني أنتم ممكن يبان لكم إن الحاجة مش كتير. بس هو مش بالكترة، لأ بصوا بقى. أنا بقى نزلت المنشية في بنات الشراب اللي هو لحد الركبة ده. أنا بلاقيه في عبد الناصر يعني ب45 وب40. فقُلت إيه لأ، يعني أول ما نزلت لقيت حد كده واقف في المنشية بنات تقريبًا من عند البحر يعني، فاهمين؟ فلقيته، تخيّلوا بيبيعوا بكام؟ والله العظيم ب20 جنيه.
فاللي هو لأ، هات يا حبيبي هات أنت كان نِفْسك فيه. فرُحت جايبة له واحد وقُلت إيه برضه على سبيل التجربة، عايزة أقول لكم يعني لو يرجع بيّا الزمن كنت جِبت له تاني. بس هو يعني مش عارفة، هو عمّال يقول لي: "ماما ده حلو كده بيطلع كده لحد قبل الركبة بحاجات بسيطة." فرُحت جايبة له. المفاجأة بقى التانية، الشراب ده، ده الاتنين ب10، الراجل واقف بيهم. بُصّوا الجري المخطط ده خامته بجد تحفة، 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 ما فيهوش ولا قطعة ولا أي حاجة. هو بيقول لي فرز تاني، فباقول له: "يعني إيه فرز تاني؟" فبيقول لي: "ممكن تلاقي مثلًا شراب حلو وشراب وِحِش." بصيت فعلًا على اللون الجري اللي هو ده اللي قدّامي، لقيته حلو وخامته حلوة وتحفة، تحفة. التاني بقى الأسود ده اللي هو وراه، أنا كده جايبة ده الاتنين ب10 فاهماني؟ فقُلت لأ التاني ده بقى إيه، أنا هاخلّيه إيه، للمدرسة، ولسه في برضه تاني في الكيس هاطلّعه. بجد خامته عجبتني أوي، يعني أنا عمّالة أقرّب لكم. هو مش موبّر، هو يا بنات منقّط كده، البيج ده بقى. ده برضه قُلت هاخلّيه له مثلًا للخروج، للتمرين. أمّا الأسود برضه اللي وراه ده، برضه لإيه، برضه للمدرسة، يعني فاهمين؟ يعني الأسود اللي ورا ده أهو، زي ما أنا باقول لكم كده، الأسود اللي ورا ده والأسود اللي ورا ده، قُلت هاخلّيهم لإيه بقى، هاخلّيهم للمدرسة. وبعدين جات لي فكرة حلوة أوي، أنا ليه ما أجيبش الشرابات كلّها أسود، علشان لمّا تضيع يبقى كل فردة وفردة تشتغل مع التانية كده، ما نشغّل دماغنا، إيه رأيكم؟ فبجد فرحانة أوي بيهم. ويعني أنا يعتبر جِبت الأبيض ده ب20 وده ب10 وده ب10، يعني كلّهم على بعض ب40 جنيه. بجد فرحانة بيهم أوي، أوي، أوي. تعالوا بقى إيه، أقول لكم على الأسعار. الفراشة دي عبارة عن 5 قطع يا بنات. بُصّوا، هُم 5 قطع اللي هُم الاتنين الموف دول، والفراشة والاتنين مكتوب عليهم happy birthday. دول كنت جايباهم ب55 تمام. والستارة، الستارة بكام؟ مش فاكرة. أيوه بجد مش فاكرة الستارة بكام. بُصّوا طيب أنا معايا ورقة الأسعار، الفيديو الجاي لو حد يعني عايز يعرف هي بكام هابقى أقول لكم. كيس بقى البالونات دوّة، كان 50 برضه قطعة وبرضه كان ب55 تمام. إيه تاني يا ربي، مش فاكرة إيه تاني. أنا جِبت الشمع دوّة، اللي هو بتاع التورتة ده اللي بيتحط في التورتة. ده كان ب35 تمام. مش عارفة 35 والّا ب25. بُصّوا أنا ملخبطة في الأرقام، أنا هابقى أبُص على الأرقام وأقول لكم. بس اللي عايزة أقول لكم عليه المُجمل يعني، كل الزينة اللي أنا جِبتها دي ما كلّفتنيش كتير. عايزة أقول لِك يعني لو أنتِ بقى ناوية تجيبي تعملي عيد ميلاد مثلًا في البيت لابنِك مثلًا لسه سَنة أو حاجة، أنا عارفة بقى الجو بتاع سَنة وسنتين و3 ده، بنلِم بقى الأهل كلّهم ونبقى عايزين بقى حد ونجيب حد متخصص في البالونات. بُصّوا الجنب ده بقى أنا أنا هاعمله زي بتاع الناس اللي بتيجي تعمل الحفلات والسبوع والحاجات دي، بس هاخلّيه بقى مفاجأة إمتى، المرّة الجاية. عايزة أقول لكم بجد عملته تحفة، تحفة، تحفة. المرّة الجاية بقى ما تنسونيش. إن شاء الله الفيديو هينزل لكم اللي هو الفيديو اللي جاي، يعني ده لأ، اللي بعده على طول هانزّله لكم. أهم حاجة بقى ما تنسونيش من دعواتكم، وقولوا لها بقى كل سنة وأنتِ طيبة، ويا رب تكونوا استفدتوا. وبجد الزينة بجد يعني لمّا أعلّقها المرّة الجاية وهتشوفوها بقى في العيد ميلاد هتحبوها جدًا، جدًا، جدًا فوق ما تتخيلوا. مش هتصدقوا فعلًا إن أنا اللي عاملاها. آمم يعني بجد فرحانة أوي، أوي وأشوفكم على خير.